في الفيديو ده هتتعرف على عقلاء الطبيعة، 4 مخلوقات قد تتفوق على البشر في الذكاء. في قلب الصحراء اللي ما بترحمش، مفيش مكان للصدفة. هنا بيعيش الذئب العربي. ده مش مجرد صياد، ده عبقري تكتيكي بيعرف يخطط لهجومه بدقة متناهية، وبيستغل كل تضاريس الأرض لصالحه. الذئب العربي بيمتلك ذكاء اجتماعي فريد، بيقدر يتواصل مع قطيعه بشفرات معقدة جدا عشان ينفذوا عمليات صيد مستحيلة. قدرته على الصمود في درجات حرارة عالية بتقتل أي كائن حي تاني، بتثبت إن عقله هو سلاحه الأول قبل أنيابه. بيوصفوه بشبح الرمال لأنه بيقدر يختفي ويظهر في الوقت اللي هو عايزه، وبذكاء خارق بيسبق فريسته بخطوات. لو انبهرت بذكاء ملك الصحراء، لايك واشتراك وقولي، هل كنت تعرف إن الذئب العربي بيقدر يعيش لوحده ويصطاد بذكاء منفرد؟ لو فاكر إن البشر هم الوحيدين اللي بيفكروا، الغابة عندها رأي تاني. الشمبانزي عبقري الغابة اللي بيصنع أدواته بنفسه وبيورث التكنولوجيا دي لأجيال. الكائن ده مش بس ذكي، ده سياسي محنك، بيعمل تحالفات وبيخطط لهجمات وبيمتلك مشاعر معقدة بتخليه أقرب كائن لينا على وجه الأرض. العلماء اكتشفوا إن ذاكرة الشمبانزي البصرية في بعض الاختبارات بتتفوق على ذاكرة البشر بمراحل. في مجتمعه الذكاء والمكر هما اللي بيحددوا مين القائد، مش بس القوة العضلية. لو انبهرت بذكاء قريبنا في الغابة، لايك واشتراك وقولي، هل كنت تتخيل ان الشمبانزي ممكن يتفوق على البشر في اختبارات الذاكرة؟ لو فاكر ان الذكاء محتاج مخ واحد، الاخطبوط هيغير فكرتك تماما. الكائن ده بيمتلك 9 عقول، عقل في كل ذراع بيخليه يتحرك ويفكر بشكل مستقل عن العقل المركزي. الاخطبوط بيقدر يفك البرطمانات من الداخل ويحل المتاهات المعقدة، وحتى بيستخدم الأدوات عشان يحمي نفسه. قدرته على التمويه مش بس في اللون، ده بيغير ملمس جلده عشان يختفي تماما في ثانية واحدة. العلماء بيوصفوه بأنه كائن فضائي عاش على الأرض بسبب عبقريته اللي بتسبق عصرها بآلاف السنين. لو انبهرت بذكاء ملك المحيط، لايك واشتراك وقولي، تفتكر لو الأخطبوط عاش على البر كان ممكن يسيطر على العالم؟ لو فاكر إنك أذكى كائن على الكوكب، فأنت محتاج تراجع نفسك قدام الغراب. ده مش مجرد طائر، ده مهندس طبيعة اللي بيصنع أدواته بنفسه عشان يحل أعقد المشاكل. الغراب بيمتلك ذاكرة حديدية، بيعرف ملامح ووشوش البشر وبيفرق بين الصديق والعدو لسنين. العلماء اكتشفوا إن ذكاؤه بيعادل طفل عنده 7 سنين تقريبا، وقدرته على التخطيط للمستقبل بتخلي كل الطيور التانية تبان جنبه ولا حاجة. الغراب مش بس ذكي، ده صاحب هيبة ووقار، وفي مملكته مفيش مكان للصدفة. لو انبهرت بذكاء عبقري السما، لايك واشترك في القناة وقولي، حصل معاك موقف قبل كده يثبت ذكاء الغراب؟